بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو صغير كده هنوريكم ازاي نتخطى حساب جوجل عن طريق السيرفر لأجهزة سامسونج. أول خطوة بندخل على السيرفر. طبعا هنستخدم هنا سيرفر جولد ان لوجز اللي اتعودنا عليه. قلنا ده أنسب سيرفر ممكن نشتغل عليه. هنا بنسجل باليوزر والباس بتاعنا. بعد كده هيدخلنا على الخدمات. هنختار كل مجموعة من فوق وننزل تحت خالص، هنلاقي الخدمة موجودة بس مكانها في الآخر يعني. ادينا ماشيين واحدة واحدة مع بعض. كل دي طبعا خدمات على السيرفر، وكل خدمة بيبقى ليها سعر مختلف. لازم نشيك على الأسعار أول بأول. أهو دخلنا على سامسونج اف ار بي جولد، دي الخدمة اللي هنشتغل عليها. هنلاقي في منها نوعين، في محدد أجهزة زي كده أهو. طبعا بنكتب الإيمي هنا في المكان الفاضي بتاع الجهاز وبندوس المكان الترتيب. دي أجهزة معينة هو محددها لك فوق وليها سعر معين. لكن لو هنستخدم أي جهاز تاني مش من ضمن قائمة الأجهزة دي، هنلاقي السعر أعلى شوية. هدخلك على القائمة تاني عشان تشوفها اهو. هنخش على القائمة تاني، هننزل تحت برضو لحد ما نوصل للخدمة بتاعتنا اهو. تاني ادينا وصلنا، لسه شوية كمان. هننزل او اخترنا الخدمة بتاعتنا تحت خالص اهي. اخترنا ده الاتنين، دي تنفع لأي جهاز. دي سعرها 16.29 اهي. دي اغلى شويه بس دي تنفع لاي جهاز. طبعا كل الاجهزه بتاعتنا لازم تكون اندرويد 14 او اقل. بنكتب الايمي برضو كالعاده وندوس على مكان الترتيب وبيترفع الاوردر على السيرفر. وبمنتهى البساطه كده دقايق وهنلاقي الجهاز